ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله في افضل حال. بصوا بقى، انا زعلانه جدا لاني جيت اسجل الفيديو ده دلوقتي بظبطه عشان انزله معاكم، لقيت المقطع الاولاني اتمسح، معرفش ازاي. المهم يعني عايزه اقول لكم فكره الغدا بتاعت النهارده حلوه جدا وما كلفتناش 25 جنيه على بعض. المهم بقى، معانا هنا كيلو من الاجنحه بتاعت الدجاج، مقطعينها اتنين تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملنا لها طبعا محلول اللي هو عبارة عن ملح وخل وليمون وسكر وفي مية، وسبناهم لمدة 3 4 ساعات. وبعد كده جبنا بقى التتبيل عشان احط فيها الدجاج. هنا طبعا بنحمر بطاطس عادي مع الاكلة دي لازم. المهم يعني، وبعد كده بقى بنجيب الاجنحة دي بعد ما بنصفيها وبنغسلها من المحلول اللي احنا كنا نقعينه فيها. بنحطها بقى، بنعمل لها تتبيلة كده، هي تكون عبارة عن نص كوباية لبن وكوباية زبادي كبيرة. وبنحط بقى توم باودر وبصل باودر وبابريكا وكمون وفلفل اسمر وملح وشطة طبعا على حسب الرغبة. وبعدين بنقلب المكونات دي كلها مع بعض وبننزل بالفراخ فيها. وبعد ما بننزل بالفراخ فيها بنسيبها منقوعة لمدة يوم كامل. وبعد كده بقى بنتبل الدقيق بتاعنا برضو بتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وشطة وملح، وبنقلب الدقيق كويس جدا وبنحط معاه كمان معلقة نشا. وبعدين بننزل بالدجاج بقى بالخلطة بتاعتنا الجميلة دي، بنطلع قطعة قطعة ونحطها في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو. بنبقى حاطين زيت على النار يسخن كويس قوي. اول ما يبتدي يسخن معايا كويس ببتدي انزل بالفراخ بالشكل ده. اول ما الفراخ تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده، ببتدي اوطي على الفراخ بتاعتي علشان تستوي كويس. وهي طبعا هتستوي كويس جدا جدا لان احنا مبيتينها قبلها بليلة في المكونات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الزبادي باللبن بالتوابل والبهارات بتاعتها. وبعد كده بقى بتطلع لنا بالشكل الجامد ده. عايزه اقول لكم طعمها بجد روعه. احنا بنخش المطاعم وبنطلب الوجبه دي غاليه جدا، هي ما كلفتناش غير 25 جنيه كيلو الاجنحه وبس كده. وبصوا ما شاء الله، انا بس حبيت ان انا افتح لكم واحده اوريكم شكلها من جوه كان مستوي، والفراخ بصوا لونها ابيض وجميله ومقرمشه حلوه قوي 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 يعني، فلازم تجربوها. مش هتكلفكم حاجه خالص في البيت. طبعا عملت جنبها كده طبق طماطم بالفلفل والخيار يعني زي السلطه كده عشان ما كانش عندي خضره، وحطيت بطاطس، وكمان كنت عامله كاتشب في البيت روعة. لازم اصور لكم فيديو الكاتشب ده لوحده. انا ندمت فعلا ان انا ما صورت لكمش فيديو الكاتشب ده، لان كان كاتشب طالع طعمه حلو قوي 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 يعني ومظبوط. اهو انا هوريكم شكله دلوقتي. بصوا، ده انا اللي عاملاه في البيت، فجربوه بقى. الوصفة بتاعتي بتاعت النهاردة، ويا رب تعجبكم. وانا اعذروني يعني كنت مصوره لكم الفيديو كامل بس للأسف لقيته ممسوح، بس قلت برضو هنزل لكم الوجبة الجميلة دي علشان تتشجعوا تعملوها في البيت. كلنا بنحبها واطفالنا بتحبها. يلا بقى اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.